ازيكم عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. ورجعنا بفيديو جديد. فيديو النهارده انا مش مرتب له اي سكريبت، بتكلم فيه عن الاسباب اللي خلت جريني ما تبقاش مشهوره او ما تبقاش بتخوف زي دلوقتي. ففيديو النهارده مش هتعبك، مش هطول عليك خالص، انا بس بطرح سؤال وهي ايه اللي حصل للعبه جريني وازاي اللعبه دي كانت من القمه، الناس حرفيا اللي في العالم كله كانوا بيلعبوها لغايه لما محدش من اليوتيوبرز بيتكلم عنها دلوقتي اصلا. فلو مهتم بالحوار ده اعمل لايك واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، واسف جدا لو الصوت مش واضح لان انا بسجل في مكان تاني غير المكان اللي انا متعود اسجل فيه. ويلا بينا نبدا الفيديو. من اكتر الحاجات اللي كانت بتخوفنا من واحنا صغيرين هو اننا بنحس ان احنا مطاردين. ده قمه الرعب بالنسبه لي على الاقل، انك تحس ان في حد تاني بيدور عليك. عشان كده لعبه زي ابونجا لما نزل، واللي بالمناسبه اتكلمت عنها في فيديو منفصل، لو ما شفتوش ممكن تروح تشوفه، كنت بتكلم في نفس الفكره، ان في حاجه بتجري وراك ان شاء الله حتى لو صوره مش اكتر، بس الاحساس ده وحش، ان في شيء بيجري وراك وانت بتحاول تجري منه. الحوار ده مرعب، في ظل ما فيش حاجه كانت بتتقدم جديده في العاب الموبايل، ولا كان في العاب رعب عدله. يعني انا اتذكر ترند قبل كده كان في 2016 كانت لعبه مريم، وان ايه ده، دي بتقرا افكاري، دي بتقول لي ان انا في اوضه لوحدي وبتبعت لي رساله بتقول لي انا قريبه منك جدا. يا مرعب مرعب خالص. فكان ترند عبيط يعني، واليوتيوبرز تقريبا كلهم عملوا عليها فيديو بيلقطوا رزقهم من الترند ده. لو انت فاكر لعبه مريم زيي اكتب لي تحت في التعليقات وانا هعرف. المهم في ظل ما كانش فيه اي حاجه بتتقدم في العاب الموبايل رعب، نيجي على اول سنه 2017 تظهر التحفه الفنيه الا وهي لعبه جري، اللي احنا اساسا جايين في الفيديو هنا نتكلم عنها، اللي من تطوير شركه ديفيلوبر. طب هل اللعبه اتشهرت على طول كده لما نزلت وركبت السوق فجاه؟ لا لا لا، جريني كانت مجرد لعبه رعب موجوده على جوجل بلاي وما كانش فيه اي حد عارفها، لغايه لما يجي يوتيوبر اسمه دان تي دي ام يعمل فيديوهات عن اللعبه الغريبه الجديده اللي محدش عارفها وقتها، لعبه جريني، والناس تستغرب ايه اللعبه الغريبه دي، بس مع ذلك الناس شافت انها لعبه حلوه. ويجي بعديها يوتيوبر تاني مشهور في اليوتيوب الا وهو مارك بلاير يعمل فيديو عن جريني، بوم، جريني اتشهرت شهره بين المتابعين وجذبت ناس كتير لاسباب هقول لكم عليها في الفيديو ده. الاسباب اللي خلت جريني تبقى محبوبه وتجذب الناس كلها في الفتره دي، وهي انها فري، مجانيه تماما، ممكن تلعبها باي جهاز موبايل عندك، مش هتواجه فيها اي مشاكل. والسبب التاني بان فكره اللعبه كانت جديده لانج، واللي يثبت لك بان الحوار ده بجد وهي ان ظهرت العاب بعد كده بنفس الفكره زي لعبه هالو نيبر او بيلدي او لعبه ايس كريم او نان، العاب مشابهه بنفس فكره جريني بالظبط، بس يظل طبعا جريني هي اللي فوق. السبب الثالث القصة ممكن تبقى مبتذلة لبعض الناس دلوقتي، اللي هو عادي يعني واحد ومشي في الغابة لقى واحد مش عارفة خطفه في بيت وبتاع، سهلة مش صعبة يعني، والقصة سمعناها كتير، شفناها في أفلام قديمة كتير. بس لما تحط نفسك مكان اللاعب اللي بيحصل فيه الحوار ده، خوفنا شعور ان احنا دايما مطاردين، فده بيولد عندك، مش هقول لك رعب جامد جدا وبتاع، بس انا بقول لك ان الفكرة وقتها كانت جديدة. دلوقتي ممكن تشوفها عادي يعني، حتى لو في لعبة عملتها بنفس الأسلوب هتلاقي ان عادي ما فيهاش حاجه، مش مرعبه زي الاول، بس ده هنوصل لها بعدين. يعني قصه اللعبه عباره عن واحده كانت ماشيه في الغابه وجريني مسكتها وقعدتها في البيت ده عافيه. المهم البت دي فضلت تحاول تخرج من البيت، وكل مره جريني كانت بتمسكها، لغايه لما جه في يوم البت دي حاولت تهرب، ولكن جريني مسكتها المره دي وموتتها. فانت كلاعب مهمتك انك تحقق في الحوار ده ايه اللي خلاها تختفي لظروف غامضه زي كده. فانت هتمشي في نفس الغابه، العربيه هتعطل بيك وهتضطر تمشي على رجليك لغايه لما جريني تمسكك، ومن هنا تبدا اللعبه، وقدامك 5 فرص، لو فشلت فيهم كلهم جريني هتموتك. فعشان كده مفيش قدامك غير انك تهرب، يا اما تجمع العربيه عشان تجري بيها، او من خلال الباب الرئيسي المتربس. طب تمام، احنا كده عرفنا فكره لعبه جريني وان ازاي اللعبه دي كانت وقتها فكره كرييتيف. في ظل النجاح اللي اللعبه دي كانت محققاها وقتها، قالوا لازم اللي احنا نعمل جزء تاني، وبالفعل عملوا جريني شابتر 2. المره دي بقى الخريطه اتغيرت، بقت اوسع، بقت فيها اماكن كتير من فوق البيت او من تحت الارض، وكمان في كائن غريب كده اللي هو الطفل العنكبوتي ده، كان غلس والله، ولو موته سيلدرينا هتظهر له. ايه ده، انت مش فاهم مين سيلدرينا؟ في قناه انا عارفها وبحبها جدا اسمها بوندو، اتكلمت على القصه دي بالتفصيل الممل، ممكن تروح تتفرج عليه. ولو برضه طلعت غرفه ما هتلاقي فيها عنكبوت، يا اما بتقتلها بالبندقيه او بترميها لها حته لحمه بتقعد تاكل فيها كده لغايه لما تدوس على الزرار. مش عارف ايه سر حب جريني في العناكب، مش فاهم. اللعبه كل مدى شعبيتها بتزيد، شعبيتها زادت بطريقه كبيره جدا، وكمان ضافوا ليه شخصيه مع جريني وهو جراند با، وبدل ما جريني هي اللي هتدور عليك هيبقى جريني وجراند با، بس انت ممكن تعدل في السيتنج عارف مين اللي هيجري وراك، جريني ولا جراند با ولا هما الاثنين، الموضوع باختيارك انت.
طب تمام يا عم الحاج، خلاص جريني يا عم انجح لعبه في الدنيا وخلاص، واليوتيوبرز كلهم حرفيا اتكلموا عنها وعملوا عليها جيم بلاي، وكل مدى شهره اللعبه بتزيد يوم عن يوم. طب ايه اللي حصل للعبه جريني؟ اللي حصل يا سيدي بين وقت صدور اللعبه دي بدات العاب تانية اوريدي بتعمل نفس الفكره. يعني مثلا لعبه زي روبلوكس عملت مود اسمها بيتي، نفس فكره جريني بالظبط بس على لعبه روبلوكس. ولعبه زي هالو نيبر بدات تظهر لها اجزاء جديده، والعاب تانية كتير برضو بتقلد نفس الحوار، ومن ضمنها لعبه انا بحبها جدا اسمها مان هورس. مش عارف والله ايه مان هورس ده، بس المفروض تبقى اسمها هورسمان. المهم ما علينا. فكده كده فكره اللعبه بقت متوفره، وما بقتش جريني هي الوحيده اللي بتقدم الفكره دي. يعني انت مثلا في يوم لو حبيت تجدد هتلعب اي لعبه من الالعاب التانية دي. انا مش بقول ان شابتر 2 ما نجحتش، بالعكس نجحت نجاح ساحق وقتها، بس انا بقول ان الفكره نفسها خلاص اتهرس. كانت مساله وقت والناس هتزهق من الفكره. فكره برضو اللي انت في بيت ولوحدك وفي واحد بيطاردك وقدامك 5 محاولات، زي حوار جريني بالظبط بس بشخصيات مختلفه، باماكن مختلفه، بقصص مختلفه. يمكن لعبه هالو نيبر مختلفه شويه عن جريني، بس فيها حته المطارده بان الجار بيحاول يمسكك وهكذا. فالمهم لعبه جريني تاثيرها ما كانتش بنفس تاثير الجزء الاولاني. اليوتيوبرز بيعملوا عليها فيديوهات، لعبه مرعبه، بس الناس بدات توصل لمرحله ملل لغايه لما يجي الضربه القاضيه، وهي ان اليوتيوب تستغل جريني في ان هي تعمل فيديوهات للكيدز، للاطفال، وتحول جريني لمحتوى مضحك على اليوتيوب. اكيد انت وقعت في فيديوهات زي كده. مش مصدق ان منصه اليوتيوب اللي شهرت اللعبه في البدايه هي نفس المنصه اللي هتموتها. اغلب الناس اللي بتستخدم اليوتيوب اطفال. ما اقصدش اطفال، بس قصدي ان في شريحه كبيره من الجمهور اطفال، فاحنا لازم نجذب الناس دي. فنعمل ايه؟ نعمل محتوى. المحتوى ده هتبقى ايه؟ تبقى لجريني. انت متخيل جريني الشخصيه المرعبه هنخليها حاجه تضحك الاطفال وتبقى حاجه كيوته بالنسبه لهم. ومش كده وبس، لا، في يوتيوبرز كتير في الفتره دي كانوا بيعملوا مودات بقى عن اللعبه. يعني مثلا جريني بس يخلي البيت مثلا بامبي في بامبي، جريني بس لابسه طاقية بابن ويل، جريني بس معمول لها مود باب الحاره، وهكذا. هي دي عوامل خلت اللعبه تتشهر اكتر، بس للاسف الموضوع ده هيتقلب عليها، لان محدش دلوقتي بقى واخدها على محمل الجد. محدش دلوقتي شايف ان اللعبه دي لعبه رعب، هي لعبه للاطفال. انت ممكن تعمل فيديو تتريق عليها بس ما تتعاملش معاها ان هي لعبه رعب. لغايه لما مره واحده جريني شابتر 2 بدات تنزل واحده واحده من ناحيه الشعبيه، والناس بدات فعلا تمل وتزهق منه. فديفلوبر بدا يجدد شويه، عمل لعبه كنوعا من التجديد، الا وهو لعبه التوينز. قصه اللعبه حلوه واستمتعت بيها. فكره اللعبه عباره عن ان انت في سجن وفي 2 مجرمين بيحاولوا يمسكوه. فاللعبه بصراحه كانت حلوه وفيها كام حاجه كده كانت لطيفه، واهم حاجه التجديد. يعني ممكن يكون نفس الفكره بس على الاقل في تغيير جلد حصل. الناس استمتعت بيها جدا، اللعبه كويسه، واللعبه وصلت لاكتر من 10 مليون داونلودز. وكمان عملوا اضافه او تحديث جديد ممكن تضيف بيها جراند با وجريني. ومن بعد شهرين من نزول اللعبه دي، ديفلوبر اصدرت اخيرا لعبه جريني 3، اللعبة اللي هيبقى فيها شخصية سيلدرينا بشكل واضح لأول مرة. اللعبة اللي نزلت سنة 2021. الخريطة بقت أكبر من أي خريطة تانية كانت في الأجزاء اللي فاتت، بقت فيها أماكن أكتر، فيها ألغاز، وكمان فيها نهايات مختلفة. بس الفكرة هو وعلى الرغم من كل الإضافات اللي أضافوها في اللعبة، وإن بصراحة بذلوا جهد كبير قوي على الجزء ده، إلا إن اللعبة بعديها بفترة الناس قلت اهتمامها بيه. وده يخلينا نسأل سؤال زي اللي إحنا قلناه في أول الحلقة: إيه اللي حصل لجريني؟ العيب مش على اللعبة، مش على الفكرة، ولكن على اليوتيوب نفسه. هو اللي اتعامل مع جريني ان هي محتوى كوميدي او ان هي محتوى كيوت للاطفال، فالناس قلت اهتمامها باللعبة دي وشافوها ان هي حاجة للاطفال. يعني ممكن ابقى اشوف بقى اي لعبة رعب تانية، ما بقتش لعبة مخيفة بالنسبة لي، فاهم؟ انا مش بقول ان اليوتيوبرز دول اللي كانوا بيتريقوا على جريني او بيعملوا مودات عليها وكده ان هم غلطانين، وان هم دول اللي بوظوا اللعبة وهم اللي خلوها في الحضيض. ما اقصدش، هو الانسان كده لما بيخاف من حاجة بيحاول يضحك عليها عشان ما يخافش منها. فده اللي حصل بالظبط. احنا كنا بنخاف من لعبة جريني، او انا عن نفسي كنت بخاف من لعبة جريني، بس لما شفت تريقة عليها، شفت حاجات بتسخر منها، شفت تحفيل، شفت فيديوهات تحشيش لجريني، لقيت نفسي بلعب اللعبة وانا بضحك. حسيتها لعبة عادية مش لعبة رعب، مفيش الاتموسفير بتاعت الرعب. فانا لو عاوز العب لعبة مرعبة اكيد دماغي مش هيجي على جريني خالص. بالنسبه لي لعبه عاديه للكمبيوتر كده وللموبايل وخلاص، اقعد اتسلى فيها، انما مش لعبه رعب. ثم كمان انتوا مش ملاحظين حاجه؟ ان كل جزء لما بيظهر من جريني بتنجح جامد بس بعد كده بتنزل. الجزء الثاني شابتر 2 نجح جامد بعد كده نزل. شابتر 3 نجح جامد وبقى 50 مليون داونلودز وبعد كده نزل تاني.
فده اسلوب جريني في النجاح والفشل. وللاسف اللعبه على ستيم مركونه على الرف، محدش بقى مهتم بيها، محدش بقى بيعمل لها محتوى زي الاول، بترند وراح. وبرغم التحديثات اللي ديفيلوبر بتعملها زي تحديث 1.8 اللي صغير فيها كام حاجه بس في لعبه جريني، الا ان اللعبه زي ما انا قلت لك كده بالظبط محدش مهتم بيها. في ناس بيلعبوها لغايه دلوقتي وليها فانزاتها، بس الموضوع ما بقاش جلوبال زي الاول. الموضوع ما بقاش ايه بقى، يعني حاجه ترند جامد جدا الناس تجري وراها خالص. جريني بقت مجرد لعبه زي اي لعبه عادي قديمه. والسبب الثالث من وجهة نظري وهو عدم اهتمامهم باللعب، زي مثلا ان المطور فضل ساحب كتير جدا عن اللعبة وما كانش بيعمل ليها اي تحديثات. فترة من الفترات، مش بقول غالبا يعني، كان دايما يتأخر على التحديثات، كان دايما ساعات مثلا في جليتشات معينة بتحصل في اللعبة فيها مشاكل. الناس كانت مستحملة الجليتشات دي عشان اللعبة لسه مشهورة، انما بعد كده الناس مش هتصبر عليه، لازم تصلح الحاجات دي. وللاسف مفيش اي اخبار او نيه عن ان هم يعملوا جريني مثلا جزء رابع او جزء جديد من جريني، او ان هم ينزلوا لعبه تانية مثلا مختلفه من جريني، محدش عارف. فهو ده للاسف سقوط لعبه جريني. انا حزين جدا والله وانا بعمل الفيديو، لان اللعبه دي بتمثل ذكرياتي، يعني بتفكرني مثلا بايسي تيوب لما كان بيلعبها، بيفكرني ببيستي لما كان بيلعبها، بيفكرني بمروان كان بيلعبها زمان، بس كان تخصص مودات مش عارف ليه. وبس كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو انت لسه مش مشترك اشترك معايا في القناه، واكتب لي تحت في التعليقات هل انت حابب ان لعبه جريني تتعمل لها جزء جديد ولا خلاص كده كفايه عليها. فما تنساش تكتب لي تحت في التعليقات اللي انت عاوزه. وطبعا قناه روكستول هتلاقيها تحت في الديسكربشن، اشترك فيها. قناه جديده يعني بتتكلم عن الفتنس وكده، بس مش انا اللي بقدمه، حد صديقي يعني هو اللي بيقدمه، فادعموه. وبس كده. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.